حط شخص في بالك ايا كان برج الشخص اللي انت حطيته في بالك، ويلا بينا كده نشوف مشاعر الشخص اللي انت حطيته في بالك اتجاهك ايه. متنساش تكتب في الكومنتات انوي ان استقبل الطاقة، حط لايك ويلا بينا كده نشوف مشاعر حبيبك في الوقت الحالي. مشاعر حبيبك في الوقت الحالي. مشاعر حبيبك في الوقت الحالي. ماشي، مشاعر حبيبك ممكن الشخص ده شايف ان انت وراك اسرار كتير، هو عايز يكتشف ايه سر شخصيتك المميزة دي. ممكن شايف ان انت جميل جدا شكلا، مستقل ماديا، شايفك ان انت يعني عارف قيمة نفسك، واي حد بيجي مش شبهك او حاسس ان هو مش هيديك قيمتك او وضعك ممكن انت بتنفصل عنه. شايفك عنيد وما بيعرفش ان هو يمشي عليك او يسيطر عليك. شايف شخص عندك إرادة، وشايفك شخص قوي جدا، شايفك جميل قوي شكلا، وشايف ان انت نص التاني. انا عندي هنا ملك النار وملكة النار، انتوا الاتنين شبه بعض، فيكم اشياء مشتركة من بعض، روحكم واحدة، ممكن تكونوا شبه بعض كمان في الملامح، انتوا الاتنين حلوين ممكن شكلا. شايفة في حاجات كتير مشتركة ما بينكم، هو شايف ان انت نص التاني. ممكن للبعض هيكون الشخص ده يعني انت طرف تالت في حياته يعني. مشاعر الشخص ده اتجاهك وبيفكر فيك كتير، بيفكر فيك خاصة بالليل من بعد الساعة 9. شايفاه بيبقى عنده طاقة اشتياق قوية. الشخص ده يعني مشاعر اتجاهك هو بيحبك، وعارف ان هو خيب امالك كتير قوي، وعارف انه انت واخد عنه فكرة وحشة في الوقت الحالي. الشخص ده بيغير عليك جدا. طيب يعني بما ان اغلبية الموجودين الشخص ده مشتاقلك، يبقى اكيد انتوا في انفصال ما بينكم. امتى طاقة الرجوع لو انتوا منفصلين؟ الشخص ده يمكن حياته يعني عملية جدا ومالل من حياته في الوقت الحالي. حياته لما انت بتسيبه ما بيبقاش في حاجة في حياته غير الشغل والعمل. الشخص ده ممكن كان اخد بريك من العلاقة فترة، وده أثر على العلاقة وحسسك ان هو ما بيحبكش او ان هو شخص سيء. الشخص ده راجع في شهر 9 بإذن الله. شايفة ان انت يعني هترجعه بشروطك، يعني بتقوله اذا كنت انت مهم ومشغول فانا كمان مهمة ومشغولة برضه، فانت عايز توصله الفكرة دي.